كاريزما الرياضي شكلها عامل ازاي؟ صالح سليم وتأثيره في جماهير الأهلي حتى اليوم رمى المضرب بإيده اليمين وإيده الشمال على الحاج كده وشاط بالشمال. لو انا بشتغل على اللحظه دي من سنين دي ما جاتش هباء. انت النهارده كان يوم فاكر مثلا السادات والبايب بتاعه، روح مارادونا تسيطر على نفسك. كاريزما الفرقه غير كاريزما اللعيب. مانويل جوزيه الكاريزما بتاعته هل يعقل؟ احنا في 2024 شوف ساب الاهلي منين، اعلاناته موجوده حتى الان. انا ما ينفعش ابقى انا ما عنديش نجاحات على الارض واقول لك والله اصل انا عندي كاريزما. انت مين عشان تتكلم في ده؟ ازاي تتكلم، ازاي تاكل، ازاي تبص، ازاي تحط رجل على رجل. بس كل واحد ليه ستايل. لا اديني الروشته. طب انا عايز ابقى كاريزماتيك. اهلا بيكم في حلقه جديده من ام تي سي ستوديو. النهارده هتبقى حلقه انا بقولها يا قاضي من العيار التقيل طبعا، والعيار اللي بيصيب مش بيدوش بس. معانا حد عزيز قوي على قلبنا واستاذنا وقامه وقيمه في الاندستري اللي احنا بنتكلم فيها في البيبل ديفلوبمنت وفي الاستراتيجي. معانا هاني عبد الجواد. هاني اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا ما فيش المقدمه الجميله دي يعني يا شيف فاضي. انتوا بالنسبه لي يعني بجد ثانك يو فور ذا انفيتيشن. ولا ماي بليجر ان اكون معاكم في كونتكست زي ده. يا رب يبقى فيه فاليو. شكرا لثقتكم. يا رب باذن الله ان شاء الله. منورنا هنا. نوركم. هنقول ايه النهارده؟ هنقول كلام بقى قاضي زي ما قلت كده من العيار التقيل. حلو. كلمه حلزونيه فلسفيه مش ممسوكه خالص. مش ممسوكه. النهارده هنستفيد بخبرات هاني وطريقه تفكيره اللي احنا بنحترمها جدا يعني في تعريف الكاريزما وعلاقه الكاريزما بالراجل الرياضي وازاي يخلقها وازاي يطورها. هنتكلم عليها بقى بمنظور افقي وننزل على الارض مع هاني كده. هياخدنا في رحله عشان نشوف كاريزما الرياضي شكلها عامل ازاي. اوكي طيب، انا حابب قبل ما ابدا كده بحس المستمع يشوف ايه علاقتي بالتوبيك ده، لانه من حق اي حد بيسمع يشوف. انا معظم خبرتي في الكوربريت، يمكن الموضوع ده شفته لاكزيكتيفز كتيره، موضوع وات بيقول الكاريزما اللي هنعرفها هنحاول نعرفها. اوكي. وانا اشتغلت شويه في مجال السبورتس كوتشنج قبل ما الكوربريت تاخدني توتالي. ما قدرتش اجمع ما بين الاثنين حقيقي، ولكن كنت باشنت واشتغلت مع بعض الاثليتس 1 on 1. وكان ليا طريقه ان انا احب بشتغل مع الافريج بيبل او بيلو افريج واطلعهم فوق. دي كان المينتاليتي بتاعتي يعني، او قصه الاندر دوج. دي ماي باشن. اوكي. بحس يختبر الحاجه في تحدي، لكن لو هجيب توب بيرفورمر هو جاهز التولز اشتغل معاه على طول. لا انا كنت دايما، فده علاقتي بالتوبيك اللي لا ادعي ان انا جاي افتح الكراك كود. انا بقالي سنين بقرا فيه ولا ازعم ان انا عارف افك الكراك كود بتاعته. والكلام معاكم هي بارت من محاولات لما عملتوا لي انفيتيشن، جددت بعض القراءات اللي كنت قاريها وبعض البيبرز في محاوله مشاركه الناس في فهم الموضوع. لان الداعي اللي جايين نقوله هو الحق المطلق او الحقيقه المطلقه او كل الساينس. انا تلمس ساينس واوبزرفيشنز. حلو قوي. هنربط ما بين العلم والحاجات اللي احنا بنلاحظها، يعني ما بين الساينس والاوبزرفيشن. بالظبط، الملاحظات بالظبط والمبادئ. نقدر نقول المبادئ اللي بيقولوا عليها في التراك دوت يعني. حلو. لان هي فعلا هي موضوع فعلا يعني من خلال قعدتنا مع ناس يمكن قاضي التوبيك فعلا بعيد قوي عن الناس، وبحس ساعات ان الناس كده بتتكلم فيه باستحياء مش عارف ليه. فعايزين ننفيد، عايزين نغزو معاك التوبيك ده النهارده، وكلنا ثقه ان احنا النهارده ان شاء الله اللي سمعنا ممكن يشوف انجل او يشوف منظور تاني لكلمه كاريزما. تمام. طب ما تيجي بقى نعرف الكاريزما. حلو جدا. اول سؤال، ما هي بالظبط ما هي الكاريزما؟ امر محير في تعريفاته. ممكن عشان احنا عايزين ناخد امور تطبيقيه عمليه، مش هدخل في اللي هي التعريفات النظريه دي. هندخل على طول تعريفات تطبيق، هجيب الروح والجوهر بتاعها. حلو. بنقول بعض التعريفات جايبه انها درجه الجاذبيه او الاتراكتيفنس. درجه الجاذبيه او الاتراكتيفنس. يعني تعريف طويل، بس ده الملخص. انا بحاول اجيب الملخص الكلمات المفتاحيه او الكي ووردز يعني زي ما بنقولها. فبارت منها جايب الاتراكتيفنس الجاذبيه، بارت منها القبول. درجه الاكسبتنس والكونكشن، الصله والقبول. تمام. الناس قلبك ينفتح لناس اللي مجرد رؤيتها حتى والاماكن. في تعريف الروح بتاعه جاي من الانفلونس، الاثر والتاثير الكامل بقى. وانت بتتكلم وانت ساكت في كل تفاعلاتك. كل تعريف واخد منحى
ودي تعريفات واخده منحى، ولكن دعنا نقول انها ممكن تكون هي حاجه جامعه الثلاثه مع بعض. وبعض التعريفات بتتكلم على الطله والطاقه اللي طالعه منك. فطبعا ده برضه احنا كده بنعاكس يعني. فهي طبعا الموضوع فعلا جدلي، موضوع جدلي، لان محاوله انك تجيب حاجات بالذات بنقول غير ملموسه intangible وتحاول تحطها في فهم سياق منطقي حقيقي بيبقى صعب. ودي محاولات القرايه ان انا احول غير الملموس لانتانجبل لتانجبل، انا نفسي تعبت فيها، لكن هي فيها سر. عشان ماشي برضه اللي بيسمعنا، انت قصدك ايه احول الملموس او الغير ملموس لملموس؟ المبدا ده كده يعني وضح لنا انت قصدك ايه بيه. التوضيح نخليه بعض الامثله المحيره. اوكي، ما هو سر صالح سليم وتاثيره في جماهير الاهلي حتى اليوم؟ الله، ايوه هو ده بقى. ايه هتيجي تقول لي انه وسيم كان هناك اوسم، طبعا مع احترامي طبعا كل الناس بتقول انا بقى لايك صلاح سليم طبعا كلنا، لكن هو كان في اوسم. طب هو كان شيء في اشك. طب هو كان لعيب، ما هو ما كانش متصنف في امهر طبعا في ايه سر مع مرور السنين دي؟ على نضرب مثال تاني بسعاد حسني. ايه سرها؟ ايه سر؟ تعالى طبق لي كده. هتقول كلام مش هتعرف تمسكه. اوكي، بارت منه غير ملموس على الطله والشعب كومبيرد بجميلات عصرها. اوكي، لو طبعا اصطلاحا قلنا زي مريم فخر الدين، نادية لطفي، ليلى فوزي، هي فيها سحر وجاذبيه. تيجي توصفه او تيجي تقول هو جاي حاجه ساينتفك، مش هتقدر تطلع نسق متكامل، والدليل ان الاراء متعدده. في انا بضرب طبعا امثله قبل ما انا حاولت اجيب الرد على السؤال ده بمثال. فهو تحويل لما بتكلم على الطاقه او الطله او التاثير والاثر والحضور واللي قلنا عليه الجاذبيه، هي امور محيره ونسبيه. عارف كمان يعني حلو قوي اللي انت بتقوله ده، وجات لي فكره ان انت النهارده الامور اللي انت قلتها الثلاث جوانب بتوع الكاريزما هم حاجات ليها دعوه بالمتلقي اكتر منها بالمرسل. يعني انا النهارده شخص عايز يبقى عندي كاريزما، لو انت مش قابلني بقى فيها مشكله، لو انا مش جذاب بالنسبه لك بقى فيها مشكله، لو انا ما عنديش اثر عليك يعني بقى فيها مشكله. اذا هي زي رقص التانجو كده ما بين المرسل والمتلقي، ماهيش في ايدي انا بس ولا هي في ايدك انت بس. انت طرحت النقطه مهمه، بيقول لك هي الكاريزما بتوصل، بيقول لك في ما اعرفش بالعربيه ناريتيفز، هي سرديه تمام او قصه السرديه اللي المشجعين هيتكلموا عليك منها من اثرك عليهم. هي بارت منها، عارف اللي هو الانطباع اللي بنقول عليها برضو كلمه بيرسبشن او امبريشن بالعربيه. هل هي انطباع او اثر؟ لكن هي عمليه في سرديه بتتقال من الميديا، في سرديه بتتقال من المشجعين الطرف الثاني اللي هو بيعيد تدوير اللي بيستلم السرديه اللي استقبلها دي وياخدها بقى الحاجه طبعا في الرياضه بالذات والفن. وحتى في الكوربريت، ما هو في قاده بيتكتب عليهم كل يوم في المنصات المختلفه بتاعت السوشيال ميديا والماجازينز، كذلك الرياضيين كذلك الفنانين، بيحصل الطله والاورا والجاذبيه يعاد تدويرها في شكل قصص عنك. اوكي. فقصدك يقعد تقول ان في تاثير كمان مش منك انت، من الناس التانية. طبعا ان الموضوع جزء من المعادله استكمالا لحته ان هي انتانجبل، هي غير ممسوكه، وفي جزء فعلا بران ده في جزء انت فكرتني بجزء خطير كمان اللي هي الثقافات المختلفه اتعاملت ازاي معاها. يعني مثلا الثقافه بتاعت الفنون القتاليه ولا في اسيا وجنوب شرق اسيا وكده، لما بتتكلم على فكره الكاريزماتيك او الالفا ميل، حاجه مختلفه، ادبيات مختلفه خالص عما ذكر في الثقافه الغربيه مثلا. تعرف كانك بتشوف تعريفات تانية فحتى الثقافه بتحط ملك رؤيه مختلفه. رؤيتك لحد زي نابليون، هتلر، مانديلا، غاندي، باراك اوباما، كل واحد ليه كان جمال عبد الناصر، كل الناس دي مختلفين بالظبط. كاريزما اثرها ايه؟ انت مش بنحكم على الاثر دلوقتي، ولكن بالظبط كان في اثر جاي من الثقافه نفسها، ازاي شايفاها وازاي بتتلقى. فحتى الثقافات مختلفه ممكن في توصيف الكاريزما دي وقبولها. صح 100%. هي فانت شايف يعني
عشان برضو واحنا بنتكلم دلوقتي ازاي اعمل الكاريزما دي، يعني هي بتتعمل اصلا ولا انت بتتولد بيها؟ انا بقى كواحد انا عايز ان انت بتقول لو بتعمل جامايكا يجيبها لك، انا عايز ابقى غندي. بس خلي بالك دي من على الارض برضو، ان في ناس نفسهم يبقى عندهم كاريزما بس مش فاهمين هو ايه المكونات، ايه الانجريدينتس، ايه المكونات الطبخه دي شكلها عامل ازاي. ده سؤال جميل جدا شريف، وده ممكن هيكون محور بقيه الوقت بتاعنا. نحاول ندي مداخل عمليه على قدر المستطاع تفيد المستمع، ولكن انا هتوقف عند السؤال ان في السؤال ده يحتوي سؤالين. السؤال هل هي فعلا حاجه منحه وهبه انا مولود بها فطريه ولا حاجه تتعلم؟ ده السؤال تقليدي. اكيد احنا هنقول للناس انها تتعلم، الحقيقه انا هتحفظ. انا مش هقدر اقول حتى لو عرفتها بعض الناس لم تستطع عملها حتى لو فهمها وفهم الهاو او فهم الكيفيه او المكونات ديت. لا ازعم ان الكل كان قادر على تعلمها وتعليمها وتطبيقها. ده الامر الاول. فهي هل هي برضو السؤال الثاني الحقيقه انت كده جبتني 3 اسئله. هل هي الماسك اللي احنا مصدرينه للناس، الوجه اللي احنا بنلبسه بنسميها البرسونا، مش عارف البرسونا بالعربيه ايه، التصدير الهويه تصدير هويه ولا حاجه في الباك اند من الاوثنتسيتي التلقائيه والاصاله الموجوده في جايه منين؟ اوكي، لانك ممكن تصنعها ببرسونا باي ذا واي بماسك. السؤال الثالث هنا هي الكاريزما دي ليها زي ما شريف قال كده فورمولا ايه، ايكويشن، صح، معادله 1 زائد 1 يساوي 2، معادله، ولا هي سبارك بتطلع بعض اللحظات؟ وممكن ازود سؤال رابع طبعا. انواعها طبعا ده بقى الاليمنتس بتاعها هي دي ما هي انواعها اللي هنفهم منها كيفيتها. حلو. فهي دي. فالسؤال انا هتحفظ على السؤال الاول انها تتعلم، ما عنديش اجابه فيه حقيقي، هتوقف لان الواحد لازم يتواضع حتى يعني ده بحر والناس قرت فيه وما عرفناش نسبه حاجه، البعض نجح البعض ما نجحش بسرعات متفاوته مختلفه. لكن كل حاجه دوبل ده ينفع تتعمل ليها على ارض الواقع، ولكن ده من الاطار النظري. انا هنا بكلم المستمع هو او هي. فالاطار العام بيقول لك ينفع. هل معنى كده انك انت هتعرف تعملها؟ ده سؤال لا محل مش هنقدر نجاوب عليه. انها هذا الامر وهذا المجال هو صالح للجميع للتطبيق حتى ان فهمته. احنا بقى بنحاول هنا نفهم بالظبط، نفهم بقى انواعه. هي الحلقه دي عشان نفهم مش معنى كده احنا هنطبقها او لا، ما عندناش احنا بالظبط. وهنسيب يعني المستمع والمستمعه الكريم والكريمه في الاخر بايه التطبيق، ايه ممكن يبقى الخطوه التاليه بعد ما نعمل كده. فخلينا نستعرض مجموعه من الامور الخاصه بانواع الكاريزما وتيجي منين. واحده ونفتح الدسكشن، نفتح الحوار والنقاش مع بعض ونحاول نجيبها امثله مع بعض، نثري الحوار بامثله من المجال الرياضي او المجال العام قدر المستطاع. ممتاز، حلو قوي. طيب مجال الرياضي قدر المستطاع انا هستاذنك طبعا. طيب اول طبعا كاريزما وانت بتتكلم في اي مجال في الحياه او في الرياضه، واحد بيتكلم في الرياضه اكيد هي ما اللي بنقول عليه الاداء او البرفورمانس. هتقولي ما هو كل اللي بيتدرب كويس وبيأدي كويس. لا، انا بتكلم على الستايل. في كاريزما انك ليك ستايل مختلف. يعني احنا الاثنين جبنا جوان بس انا جبته بطريقه تانية، بنلعب بطريقه تانية. ودليل على كده انك ممكن تجيب لعيبه حتى بيلعبوا لعبه فرديه زي التنس، جوكوفيتش، فيدرير، لا مختلفين ديفرنت. كل واحد ليه ستايل في اللعب معين، سيرف ليه ستايل معين. هات اي فريق، هات اي اثنين جوه مصر او بره مصر، اطرح اي اسماء لتو سترايكرز او مهاجمين رؤوس حربه، هتجي كل واحد ليه زي ما انت قلت ده بيعملها بطريقه مختلفه. فوجود ستايل وفهم الستايل بتاعك، مش البرفورمانس العام، مش الاداء العام، لا الستايل بتاعك بقى داخل البرفورمانس ده. هل انت فاهمه؟ هل انت فاهم الستايل بتاعك؟ لا ده سؤال ليه بعد تاني. مش انت عندك ستايل ولا لا،
هو انت فاهمه ولا لا؟ بالظبط كده. صح. جاي منين؟ لان الستايل حتى بيبقى متعلق بتركيبه جسديه، بطريقه سرعه، بشراسه، بحاجات كتيره، بالريفلكس طريقه بتاع جسمك، بحركه ايديك ورجليك، حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا. مع كل ده مربوط مخك بيحركك ازاي اثناء البرفورمانس. فطبعا يعني هو ده حتى السباحه اللي الناس نازله فيها تقريبا، هل هم بيعملوا نفس الحركات بنفس الميكانيزم بالبرفورمانس؟ ده مستحيل. ده سؤال حلو. ده سؤال حتى اكسبرت. انا شفته قبل كده مدرسه بيقول لي اصل التكنيك ده بيعمل هنا الستايل بتاعه في رفعه يا نهار ابيض. ففي حاجات دقيقه جدا بتعمل ده بارت منها قد تكون مصدر كاريزما، ان الستايل بتاعك بقى يعرف ويدرس. اوكي، انا فاكر لعيبه تنس طاوله زمان في مصر كان اسمه عادل موسى، عمل حركه وهو بيلعب التنس، ده اكتر واحد في مصر جاب الناس تتفرج على تنس طاوله. بيلعب مره حركه، انا اللقطه دي انا عايز ادور عليها فيديو، انت فكرتوني بيها. رمى المضرب من ايده اليمين وايده الشمال على حاجه كده وشاطها بالشمال. لا يا راجل، او لا، هو كان محترف بره كمان. اوكي، فكان كاريزما، عمل حركه ساحره يعني. لا ستايل كان غريب قوي. فده اللي اتكلم بستايل عليه، مش البرفورمانس. مش هتيجي تقول لي تدريب، لا انت ستايلك ايه، نمطك ايه، طريقه ادائك ايه جوه بقى البرفورمانس. تعرف على اللي انت بتقوله ده، لسه انا في الدسكشن دي انا ومراتي من كام يوم. هي بتحب الكراز قوي في التنس وانا بحب فيدرر طول عمري. وفيدرر بالنسبه لي هي الموهبه الطاغيه، الستايل اللي شكله حلو. سبحان الله هي بتحب التاني اللي هو اللي بيجري كتير، اللي بيتعب، المنضبط، المجتهد. فحتى دي حلوه ان احنا في الانواع، ان مفيش وان سايز فيتس اول. في الستايل ده انا هيعجبني، ممكن يبقى ستايله بالنسبه لك مش احسن حاجه، تحب انت ستايل واحد تاني، وهكذا وهكذا. بالظبط. في حاجه اسمها الستايل بتاع البرفورمانس، نوت ذا بيرفورمانس يعني. طيب في حاجه تانية في البرفورمانس بنسميها حاجه بيسموها الكلتش بيرفورمانس. مش عارفه بالعربي ايه، ولكن تعالى نقولها العربي. اللحظات اللي الجول بتاع في اخر دقيقه، اللي كنت مهزوم مجموعتين وعملت ريمونتادا، اللي هو ادائك في اللحظات الحاسمه، وبتقلب اللحظات الحاسمه دي معاك. اوكي، وانت بتقلبها بقى، بتقلبها ازاي؟ دي بقى لحظه تقدر تبني عليها. دي بتديك كاريزما. وياما لعيبه فقدت لحظه سحريه زي دي في كاريرها، فقدوا بناء الكاريزما. ده انت كنت بتشال على الراس، ده الناس كلها، ده انت الناس مهبوله بيك، فجاه حصل ليها فيدنج، تعمل معاها بشكل ما مشيش مع، زي ما بيقولوا كده اسميها ايه، الموجه، فريكونسي، الويف سايت اللي كانت ماشيه. فدي اول حاجه في الاداء، الستايل. زائد مش اللحظات الحرجه في المنافسات. لما قلبت حاجه، انت كنت اخر واحد في السباق، تك 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 بقى. فدي لحظه انت بتبيلد فيها. ليه بقى؟ هنا في ستوري، في ناريتيف، في سرديه. هنا في ستوري، وهنا في ادراك، وهنا في كلام بيتقال جوه، وفي معالجه لحاجات ومشاعر. يعني في حاجات كتير قوي مش هنخش فيها، بس دي حاجه انت محتاج. احنا بنعمل هايلايتنج يا شريف. بالظبط يا شريف، صح فعلا. احنا بنعمل هايلايتنج كده، بنحاول نفتح التوبيك، لان كل توبيك من ده لا في ناس كاتبه فيه ليتريتشر، وفي سواء ناس اخذوه بساينتفك او راي خبراء اللي هم بيقولوا الملاحظين في المجال او في الملاحظين بيكتبوا عنه ايه، او في تقييمهم. حقيقي في اقلام محترمه جدا في تقييم بعض الرياضيين وربطها بحاله الكاريزما دي، لان ساعات بتفرق في الاداء اثناء المواقف الصعبه وفي المنافسات. بتفرق الكاريزما دي، يمكن استخدامها. واظن ان احنا في حوارنا هنتطرق لده في واحد من الانواع اللي هنجيله كمان شويه. بس انا على النقطه اللي انت بتقولها يا شريف، ربما دي بتساعد على ان انت تستغل اللحظات الحاسمه دي بعدين، لو كان في ادراك. لو انا بشتغل على اللحظه دي من سنين، دي ما جاتش هباء، فانا لما جت استعديت ليها والناس شافتها. انما لو هي جات لي وانا مش شغال عليها، وجت يمكن بالصدفه او رزقي او حظي يعني، يمكن هي تفوت وتعدي مرار الكرام مثلا. ما استغلهاش لان انا مش مستنيها. ده اللي عدم استغلال. بالظبط. ما بنيتش عليها لان كنت ممكن تبقى في حته تانية خالص. انت النهارده كان يومك، انت عملت حاجه مش معتاده، استثنائيه، اتنست. وياما شفنا لعيبه، مش عايز اذكر اسماء طبعا هنا لان احنا نتحفظ جدا في الحته دي، تمام؟ لان برضه هتبقى اولا راينا الشخصي، زائد ايه، احنا عايزين حاجه تجمع الناس، ما يبقاش حد زعلان مننا لو تطرقنا لحاجه فيها ان احنا بنقول حد مثلا فقط. لكن طبعا في مزيد اللي يقرا الحاجات دي
واظن من ذكاء المستمع والمستمع ان هم ممكن لو فكروا شويه هيلاقوا بعض الحالات من فقدت هذه اللحظه السحريه وما بنوش عليها. ولو انا عارف يعني ان انا كنت طلبت منك نركز على الكوره، بس حاسس بقى دقيقه كده وانت بتتكلم دماغي راحه ناحيه الايه الكوربريت، راحه ناحيه الشغل، لان ده بيحصل كمان في الشغل كتير قوي. بتلاقي الواحد موظف وعنده مثلا من الخبرات وعنده من التعب والافورتس والانجازات في نفس المؤسسه اللي هو شغال فيها، وبيجي في مرحله صعبه مثلا في مشروع كبير ولا في سيتويشن صعبه بتخيب منه، انا اسف بقى في اللفظ يعني فاهم، بيفقد بقى ايه التركيز وبيضيع عليه يمكن سنين تعب وجهد وانجازات بتضيع عليه في موقف واحد حقيقي حقيقي. لان عشان كده احنا انا من دي وجهة نظر ان الكاريزما، ويعني شفت بعض الناس اللي بتكتب بتؤيد الفكره دي، تزيد وتنقص وممكن تتلاشى او تفقد. تزيد وتنقص وممكن تتلاشى في حالات محدده. اوكي، واحنا كلامنا هيجيب الكلام ده، واظن زي ما قلنا المستمعين هيدركوا معانا وهيحاولوا يجيبوا امثله من دي. طيب، فده النوع الاول اللي بيتكلم على النوع الثاني اللي في الكاريزما بيتكلم على حاجه بعضها ممنوحه بالفطره للرياضيين وبعضها ممكن تشتغل عليه، الا وهو اول حاجه المظهر، البادي ابييرنس او الفيزيكال بادي، التكوين الجسدي. التكوين الجسدي بأبعاده المختلفة، بتكوينه العضلي، طولا، عرضا، كم عضلات، نسبة الوجه ووجهك، لون بشرتك، وفي أنواع أصلا الوشوش. بس مش هنتطرق ليها دلوقتي، يعني في أنواع للأجسام وأنواع الوشوش على فكرة في الكاريزما. ده علم تاني، مليون ناس ممكن تتكلم فيه كتير ده. فأنت على الحالة بتاعتك الفيزيكال دي، أنت بقى محتاج حد هنا ممكن يليديو على الشكل الأمثل بالتكوين الأمثل ليك، وتشتغل على نفسك، لأن دي ينفع حاجة تشتغل عليها. ده جانب البارت الفيزيكال أو التكوين الجسدي. الجزء الثاني في ده الابييرنس، مظهرك، الفاشن، الاوتفيت. الحاجات دي بتعمل الى ده بيبقى بارت من الستايل بتاعك، وده بنقول جاي من كاريزما. ما احنا قلنا في كاريزما جاي من اللايف ستايل، دي بارت منها الفاشن واللايف ستايل بتاعتك، اللي بارت منها الاوتفيت. ومش عارف الاوتفيت بالعربيه هي النسق الهندامي بتاعتك، وطريقه اعتنائك انت احسن ايه ليك يليق فيها ايه. لان في حاجات ناس بتعمل حاجه عايز يقلد حد فبتضرب منه، ما هو مش لاقي عليك ده، ولا دي حاجتك، ولا دي شخصيتك، ولا ده جسمك، ولا دي الوانك، ولا ده يناسبك، ولا وهو يعني في بره في ليفربول في تسريحه شعر اسمها موفرو اللي بتاعت صلاح، رغم ان في معايير الجمال العاديه ان الشعر يعني الكيرلي للرجاله، شعر مسليس احسن، ولكن هو صلاح عشان هو نجم قدر يحول من تسريحه الشعر دي من ربما تكون تسريحه غير جيده لتسريحه جذابه جدا وتستدعي الكلام. لا هي بالنسبه لي غير جيده. انا واضح وصريح. بس معلش انت شفت الواد الشباب الصغيرين كلهم عاملين انا بشوف فهي بارت من اليونيفورم، بارت ده اللايف ستايل. بقى ثالث حاجه بقى في الحته دي اللايف ستايل، ايه الاكل عارف لما تعرض جزء من حياتك يور لايف ستايل، ايه الحاجات اللي بتعملها بره كده بتتكلم عليها. كل لعيب بيبقى واخد كاريزما من اللايف ستايل بتاعه، نمط حياته. فهنا احنا تاني بوينت اتكلمنا. النقطه الثانيه احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات التكوين الجسدي والنسبه والتناسب بتاعته، وايه اللي يليق عليك. بنسميه طريقه الفاشن او الفاشن او كده، والحاجات اللي بتيجي كاريزماتيك، وحته اللايف نمط حياتك. تمام. في حاجات معينه لاقي بتقول لك انا باكل بطريقه معينه، انا بروح بعمل حاجه بطريقه معينه، انا مربوط بالعلامات التجاريه والبراندز دي بطريقه معينه، انا بروح العب في الجيم ده، انا بركب العربيه بالظبط. لما بتكسبوز جزء من حياتك، على فكره انت ممكن تبقى لعيب صغير وناشئ وعندك اللايف ستايل وتاثر، وناس ده احنا شفناه مع فرق، واكيد انتوا بتعملوا اكيد كوتشنج فيها، بيبقى في حد ناس بتطلع حد
مختلف. مختلف. فده بقى الستايل مش بتاع البرفورمانس ولا الكلاتش برفورمانس، لا ده حاجه about اللايف ستايل بتاعه هو. وده بقى مجال مفتوح جدا طالما بتتعمل بشكل تلقائي واصيل، مش بتقلد فيه حد ولا قاصد فيه مظهره وفشخره وشوي، جاي كده بطريقه كده انسيابيه اورجانيك انسيابي كده ده بيأثر لان ده بارت من الكاريزما. شئت ام ابيت، حاجه بسيطه جدا انا شفتها لو مش بيجيب الكوربت والله مع الكوربت والرياضيين، حاجه اتقالت في سطر سمعت ايه ده انت بتعمل ده فعلا؟ انت بتقرا الكتب دي؟ ايه ده انت حضرت ده؟ ده انت ليك اهتمامات بقى بتقول على مستوى. يعني دايما انا هقعد اقول مستوى الثقافه بتاعت لعيبه السكواش في مصر الابطال بتوعنا يشرفوا. مختلف مليون في المية حقيقي. لو انا بتكلم على كاريزما انا دايما فخور مش عايز اذكرهم بقى افقد حد منهم، سواء علي فرج من الشربين اي حد من الستارز كلهم لما بسمعهم لا في حاجه في عمق فعلا يعني صح. فهي دي بارت من او مصدر تاني من مصادر الكاريزما. احنا قلنا كده عشان نرجع مع بعض. يعني اول واحد البرفورمانس، ثاني واحد الستايل بتاع البرفورمانس، ثاني واحد المواقف الصعبه، ثالث واحد الابييرنس بتاعك سواء فيزيكال او اوتفيت او لايف ستايل. بالظبط. فجاء 3 حاجات. في رابع ايه بقى؟ في ناس واخده الكاريزما بتاعتها من حاله الباشن والموتيفيشن والاجريشن اللي بيحطوها في الكومبيتيشن. عارف لما كده حامي، عارف مصطفى محمد بتاع زكي، حسام حسن، عارف الاسماء دي. ففي كاريزما بتيجي، في كاريزما غير دي، في حاجه اسمها اللي بنقول عليها الكالم انتنت، وفي كاريزما جاي من الباشن والموتيفيشن. الباشن معدي حماسها والروح، في كرامه، الشغف معدي. يقول لك ده هو ده. بص يقول لك حتى الفرقه كلها لعبت وحش، لكن ده جاب اخر ففي كاريزما جايه من حاله الباشن والكونكشن. اوكي انت مش نازل بتلعب بالشوكه لا نازل فايتر فعلا يعني. ودي كانت كاريزما موجوده. بعض الفرق اللي ممكن تبقى تبان عادي في مستوى كده، ولكن لما بينزلوا بعد فريق كرواتيا بيعمل بيرفورمانس مثلا واداء غير متوقع. بعض اللعيبه اللي طلعوا واللي بيطلعوا من مجرد حاله من حالات الاجريشن دي بتبان، والروح والفايتنج سبيريت بتدي شخصيه وبتدي كاريزما. يو ار ديفرنت، انت مختلف. وبالتالي دي من انواع كمان الكاريزما اللي صعب قوي تستدعيها لو هي مش عارفه. لا وكرواتيا كفريق صراحه يعني وكرواتيا كان فريق عام، كان ليه كاريزما في 2018 كاس العالم الاخيره وصلوا سيمي فاينل. بقى لهم طبعا. وهتكلم على مودريتش في نوع من الانواع هندي بيه مثل، تمام، لان هو ده حقيقي احد انواع الكاريزما اللي لازم نفهمها. كاريزما مش كلها انك صوتك عالي ولاود و24 ساعه على السوشيال ميديا وتتكلم كتير وفيك خالص. مش الكاريزما مش ده معناه خالص. فهي مش بالتواجد. في سؤال يعني كده معلش، وانت بتقول الكرواتيا فتحت لي كده ايه حته، هو كاريزما الفرقه غير كاريزما اللعيب. كاريزما التيم، لان دي بقى احنا بنواجهها. حلوه دي صح. هل التيم ده عنده كاريزما ولا لا؟ وشغلانه مين اللي اشتغل عليها؟ الله شغلانه مين؟ برافو عليك. بص انا هتوقف. بص يا شريف، انا مش عايز ابوظ السؤالين دول بجد، لان مش عايز اقول كلام فيهم نظري، ده كلام متعب. قبل ما بتكون بنقول عليها الطله والهيبه والكاريزما بتاعه الفريق، وشفناها برضو مش فرق كبيره ناشئين، فرق بجد انت قعدت تتفرج حد لا شغال معاهم على المستوى ده. مش كلام زي ما بيقولوا اهوج وفارغ وتطبيل وسقف اوعى توقف وكلام موتيفيشن اللي هو لا وامسك المايك واطلع على المسرح وشجع الرجاله يلا بطل. لا مش جاي كده. لا حد شغال فعلا في بناء الكومن اللي بنقول لها الشخصيه المشتركه للفريق. لو احنا مجموعه من الشخصيات المختلفه فايه تمام التوتال كاريزما بتاعتنا او الهيبه والطله، وبيتعمل عليها دي زي ما بنقول انشطه او اكتيفيتيز لحد ما يحصل لها نضج وتتفهم وتستوعب. الأهم، لان هو النهارده في اي حاجه واحنا بنقولها اسهل حاجه وانا قاعد افندي كده زي عمال انظر
تعالى بقى اشتغل اعملها لي. صح. أيوة. فطبعا المستمعين الكرام وهم بيسمعونا انا مش عايز اقعد في دور المنظر. بالعكس الاسئله لازم نقف عندها بتواضع شديد جدا جدا جدا، ونقف عندها بتمهل وتوقف وتروي، لان الفهم حاجه ومحاوله زرعها حاجه، وانها تتجسد وتتبنى وتبان في الاداء دي حاجه تانية خالص. زي ما انت كده فعلا هاني بتقول ان سؤال صعب الاجابه عليه ومحتاج جهد وفكر، وفي مؤسسات كبيره بتحس ان المؤسسه دي ليها كاريزما طبعا، فده ما جاش من فراغ وجيب تعب وجهد. فياريت يعني اللي انا عايز اقوله ان قطاعات الناشئين والناس اللي مسؤولين عن مؤسسات او فرق يبتدوا يركزوا يعني ايه ابني كاريزما اصلا، ويحط تعب وجهد، مش زي ما انت بتقول كده مش هي السماعه وهطلع على المسرح اقول كلمتين يعني. بالظبط. فشكرا يا هاني اللي انت فعلا كنت اجابتك امينه قوي في الحته دي، هي مش ما ينفعش النظر فيها. وفعلا بعض الناس في التحليلات الاستوديو بيقولوا كلام محترم، بنقعد نقول ايه انك احنا مش فاهمين. وزيك مثلا حد بيتكلم على يقول لك ده شخصيه الفريق، دي كلمه عميقه. انت ممكن زي ما بقول كده من السهل انك تقولها، ولكن ده مفهوم عميق. يعني ايه بيبقى فيه اللي بنسميها هويه او شخصيه للفريق او الكاريزما او الايدنتيتي بتاعه، ده وراه شغل كبير. بتتقال بسهوله لكن وراها شغل وتعب ويصعب اختزالها في الدقايق ديت. يعني دي حقيقه. وانا كمان عايز اضيف هنا يا هاني ان ما ينفعش نغفل الحته الجزء الكوجنيتيف في الموضوع، الجزء الادراكي. يعني انا شخص عايز ابقى كاريزماتيك، وانا مثلا لعيب باسكت، لعيب فولي، لعيب تنس، ايا كان، انا ما ينفعش ابقى انا ما عنديش نجاحات على الارض واقول لك والله اصل انا عندي كاريزما. يعني انت في لازم جزء، فاهم، لازم انت جزء من النجاحات الملموسه اللي انت مدركها تمام الادراك انت والجمهور، بعد كده انت بتبني عليها. انما انا والله انا ستايل حلو وبنزل اترقص من 10 لعيبه، روح يعني ده سوري يعني طبعا جيفن احنا جيفن يعني اول حاجه طبعا هي اول حاجه بتصنع جيفن انت ليك فيها ولا لا زي ما بيقولوا في الكورب بنقول ايه درجه خبرتك كماستري ليفل سبجكت ماتر اكسبرت الريزلتس والاتشيفمنتس بتاعتك بتحكي حاجه تمام زيها في الرياضه. فاحنا بنقول ده بيزك بالظبط كده. يعني احنا بنعرف في المتعرف ان الفريق حتى ان لم يحقق بطولات دي شكل طبعا اوكي ليه رانك صح. زي ما بنقول كده، محافظ على هدف واضح، حتى انا مش من الاوائل ولكن واضح ان في شغل بيتم وبنرتقي وبنطلع فيه حتى لو كل فتره. فطبعا حته انا متفق معاك جدا انها جزء. انت مين عشان تتكلم في ده او انتوا قبل ما نتكلم في حته الكاريزما دي مليون في المية. يعني اللي هو خلينا نعيد صياغتها الحد الادنى من الجوده. يعني في حد ادنى حضرتك من البرفورمانس او من الكواليتي لازم تعمله، بعد كده بقى انت بتبني. طيب نقول بعض الانواع الثانيه اللي بنفهم منها كيفيه هذا الموضوع موضوع كبير. اثنين ثلاثه وخلاص بس طلع موضوع اكبر. في بنتكلم طبعا على احنا قلنا قبل كده حته الاداء في المواقف الصعبه اللي بنقول عليها. الناس بتقول ان تعريف الكونفيدنس والكومبوجر الثقه والثبات في اللحظات الصعبه ده دي كاريزما جدا للرياضيين في بيتعامل ازاي مع المواقف غير المتوقعة فكل ده من الثبات والثقة. دي جانب منه قوي. جانب تاني حاجة اسمها النشاط الاجتماعي أو الرول موديلنج السوشيال اكتيفيتي. ايه القضايا الشاغلة ليك؟ ايه الأدوار اللي انت بتكونتريبيوت للإنسانية أو للمجتمع بشكل عام من غير شغل البي ار حقيقي. حتى لو البي ار دي 100 خط حط ده دي 100 خط يعني البي ار ممكن تستخدمها تمام ما عندناش اعتراض في ده، بس طالعه منين تمام بيبان الناس زي ما كده الارتباط والحاجات دي. فدي بارت كبير جدا جدا من الكاريزما. في نوع تاني من الكاريزما اسمه on the field leadership، وهي القياده في الموقف اللي اتكلمت عليها على مودريتش على ارض الملعب، على ارض الملعب، القياده على الارض، وجودك في حد ذاته، حضورك في حد ذاته، توجيهك وانت humble down to earth. on the field leadership. طب ازاي ممكن نشوفها في الرياضات الفرديه؟ انك بتخاف منك او ليك هبه او بتنعكس على الخصم بقى بشكل مباشر. فبنقولها on the field leadership. جايه طبعا من performance، جايه من تاريخك، جايه من achievement، قد تكون جايه من حاجات كتير، ولكن بتتسمى دي
للموقف. في رياضة الجماعية دايما بدي مودريتش مثال ليها، لأن هو حقيقي قادر يتيم مجموعة مش اللي هم نقول لهم سوبر ستارز، وقادر بالحقيقة بس هو في بريك معين بتواضع معين بطريقة معينة. فالأون ذا فيلد ليدرشيب ده إن حد عارف يحرك مجموعة وعارف مفاتيحهم من غير دوشة وضوضاء وصوت عالي. وهنا على فكرة ربما الناس تختلف على الكاريزما بتاعت مودريتش. يعني انا كواحد مش على الفيلد مش لامس الليدرشيب دي، ممكن اشوفه مش كاريزماتيك قوي، ولكن هو نوع الكاريزما بتاعه مؤثر جدا اون ذا فيلد على الارض بقى جوه الملعب. ال11 دول محتاجين يبقى واحد فيهم عنده دي ديفينتلي. هي دي في الالعاب يا جماعه. انا فاكر في برضه في حاجه في تنس طاوله واللعبه القتاليه، واحد بيحكي لما شاف سبحان الله المثالين هنا الاثنين لعيبه باليابان، قال لك انا رؤيته بترعبني. يعني انا هو لما طلع لما كده هو بيعلق، وفعلا هو اللي قال لك هو مجرد انا داخل مع الشخص ده وجوده انا اتهزيت. وانا يعني انت عارف رقم 2 أو 3 في الاولمبيكس ده حد ايوه حد تقيل اشتغل على نفسه يعني. فبيقول لك ان فلان ده ظهوره او وجوده كان بالنسبه لي مرعب مجرد اول ما شفته فلان. فدي ذا فيلد ليدرشيب ممنوحه من تاريخ، من هيئه، من هيبه. عارف انك ممكن في بعض تكسب زي ما شفنا من شويه مجرد الكاريزما والشخصيه. وياما سمعنا من مدربين كره قدم بيقول لك ان مارادونا ما نايمنيش. مارادونا هيلعب بكره ده هنتكلم على مارادونا لسه. مارادونا ده هو طبعا ده هو بالنسبه لي واحد من الكاريزما الاسطوريه فاتماني ليفلز في كره القدم. فالفكره ان ده بيبقى بنسميه اون ذا فيلد ليدرشيب. اوكي لما بتنزل ارض الملعب اوكي يديك وجود بشكل محمود الجوهري الله يرحمه. الله يرحمه طبعا الله يرحمه طبعا. وانت بتتكلم كده فاهم طبعا كنت صغير بس يعني بشوف كده في التلفزيون لا هو الراجل انا كنت بحس بالهيبه بتاعته. مشاع هيبه. انا من اكتر الناس اللي فعلا احمد حسام ميدو انا نفسي الناس تسمع هو قال ايه على الجوهري وموقفه معاه. اوكي موقف كده الكابتن احمد حسام ميدو قال حكى عن ذكرياته مع الجوهري وازاي شايفه از ا فاذر فيجر. ما شاء الله الله يرحمه. مش مجرد مدرب فاذر فيجر، فسمح له بما لا يسمح للاخرين يعملوا معاه. اوكي ففي كده بتبقى قيادات تاريخيه سير أليكس جوهري او كده. طيب في برضو بنقول نوع تاني من الكاريزما جاي حاجه اسمها الدراما والناراتيفز. قصه حياتك انت جاي منين فروم وير يو كم. انا عندي قصه ودي انا عندي قصه تحكي وقصه انك مش بتشحت بيها بتتشحتف بيها قصه انك بتحكيها بتلقائيه وبساطه واوثنتيكلي. الفرق ما بين ايه يعني معلش عشان برضه يعني قصدك قصه اتشيفمنتس انجازات او سافرنج معاناه بس ما بشحتش. يعني ياما بنشوف ناس وتطلع وبتشعر ان هو بيستخدمها كده في سياق يلعب دور الضحيه مثلا يلعب دور الضحيه. لا عندك وطبعا احنا شفنا ياما ناس بتتكلم عن تاريخها بشكل مشرف جدا 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 باعتزاز. انا كنت كذا وعملت كذا ومريت بكذا او حد اعتزاز من اسره تمام لايك اسره كان ليها باع كبير جدا جدا ومؤسسه يعني تراكميه. انا بحكي انا موجود في الكيان ده. انا جيل ثالث انا بالظبط انا الجيل الثالث والرابع في اللعبه دي. فبيحكي في الكلام ده. فده طبعا بتدي كاريزما وموجوده عند الانديه. يعني ده استاد زي كان بتسمي استاد حلمي زهور يعني عيله ليها امتداد وقياده تاريخيه وامتداد فاثر موجود جوه النادي. اوكي فدي بتبقى فيها بنقول ان الرياضي بيبقى عنده قصه تتحكي. انا بحس النوع ده من الكاريزما بيركب قوي مع نوع الكاريزما اللي هو بتاع الدور المجتمعي. يعني تلاقي مثلا ساديو ماني بني مدارس ومساجد وحاجات كتير في القريه بتاعته عشان هو حس بالمعاناه بتاعته. هو بيحكي قصته وتفهم ده. محمد صلاح في نجريج وما اكثر يعني فينيسيوس في البرازيل. ناس كتيره من جايه من معاناه ما ويحكيها بنها جزء منه. وان انا مش عايز الناس اللي اتربت في ظروف شبهي تشوف نفس معاناتي. فبتحاول اجيال كتيره كاريزما او جاي من ظروف كويسه بس بيبلد محافظ عليها. فبتيجي القصه دي. طب نوع تاني من الكاريزما
استخدام خفه الدم اللي بيصير الهيومر والميت. ازاي لا والله في لعب لك انت كان عندنا محمد بركات في مصر معروف بشقاوته ومواقفه فساعات بتعمل وانت شخص بتفهم عالي ولكن معروف عنك ايه لذاذه معينه او سمير غانم يعني هي بره الرياضه انا اسف بس يعني هو شخص بالنسبه لي ملهم يعني فهي بس دي ريسك عشان ممكن تخيش منك لو طبعا كل حاجه برافو عليك فيري ريسك. عندنا نوع تاني من الكاريزما اللي جاي بيقولوا عليها الريبل الكاريزما او الكاريزما الجايه الطفل السائر بقى زي مارادونا يقلب unconventional behaviors سلوكيات غير متوقعه. انا هروح العب في الجنوب الفقير في مقابل الشمال الغني وهقوم الفرقه وهنكسب. روح مارادونا تسيطر على نابولي وشوف لما مات ايه اللي حصل في نابولي. هي مدينه مارادونا روح موجوده فيها. فده الراجل اخذ قرار كل المفروض الكريم بتاعه يقول له اعمل كده. لا انا رايح اعمل كده مش المفروض اسافر انا قاعد. طب اقعد لا انا مسافر. فدي بتدي بعض الكاريزما طبعا لو قررت بتاخدها بمنطقيه وعقليه. طبعا بتعمل كاريزما ليه؟ لانك رايح ممكن لغير المألوف حالة من حالات الثوره على القيود المجتمعيه والاعراف بشكل عام whatever يعني او قوانين حتى يعني. حسام وابراهيم حسن عملوا حاجات مع الزمالك زي ما عملوا الاهلي وراحوا لما خرجوا على الاهلي فراحوا هناك بيدافعوا عن كرامتهم في عارف في قصه هنا. فاللي اقصد ايه حاله الثوره والطبع ساعات بتديك كاريزما اوكي مش ماشي مع الاحداث اللي هي بنقول عليها النموذج الخطي اللينير للكارير بتاعك. لا بتخرج براه باي شكل من الاشكال. كل واحد بقى ادرى ايه الشكل بتاع الريسك تيكينج او الريبل كاريزما. ده في نوع من الكاريزما جاي من الباور اوف ريتوالز. ما اعرفش ريتوال شعائر او طقوس هي الكلمه الادق. بتحط ازازتك ازاي استخدمتك بنسميها احنا في اللغه بتاعتنا في السوق البري روتين الروتين الجيم ده بيبين الحاجات بقى حتى بعض البراندز دلوقتي بدات تستخدم العلامات التجاريه بتاع اللعيبه الشنكار الفلاني ده الشنطه تبقى كذا تدخل او حاجه بنسميها السيلبريشن سيجنتشرز طريقه احتفالاتك بعد النصر. حركه باسمك تديك كاريزما ليه؟ مع تكرارها بتقلد بتتبنى والناس بتجد حتى فدي بارت من الكاريزما برضو. الحاجات البسيطه اللي بتحصل في تبدو انها ريتوالز او طقوس وشعائر معنيها اتضح انها scientifically بعض الناس بتكتب بيبر ده وراء عالم. هل انت بتختارها ولا انت بتبقى بالصدفه كده اهو؟ دي يعني انت شايف ايه واهو دي هاني شايف ايه؟ والله يعني مثلا انا فاكر مثلا السادات والبايب بتاعه وانتوا بتتكلموا جزء من شخصيه ايكون صح البايب مع السادات خلاص الباندا مش عارف ايه بتعمل ايه بتلبس ايه طريقه الاحذيه بتاعتك ايه التشوز. ففي ده عالم بيدي طبعا بعض طالما انت شايف انك مرتبط بالعلامه التجاريه دي اوثنتيكلي وانك زي ما بنقول بره اطر الحاجات الفشخره او هي بقى ده واقع وبيصنع كاريزما. لان بعض الريتوال حتى حركات بتتعمل وزي احتفالك بس حتى على النقطه دي وردا على سؤال شريف انت اللحظات دي بتتعمل يا اما وقت التركيز الشديد اللي هو انت مثلا بري جيم روتين او وقت ما بتجيب جون. ما اعتقدش ان انت وقت ما تجيب جون هتفكر تفيكت اللي هو يلا بقى افتكر الاحتفال عشان يبقى ترند. لا لازم تبقى لازم يبقى من جوه لازم حقيقيه فعلا يعني حقيقية. اللي هي عارف لحظه اللي هي مشاعر عاليه جدا ودلوقتي انا هحتفل مع الجمهور او هحتفل مع مدرب او اين كان لازم تبقى طبعا وده عالم تاني ده عالم تاني اكتشافه وعشان كده مساعده الرياضي في اكتشافه ده بيبقى جزء من كاريزمتك والهوية بتاعتك. آخر نوع هتطرق ليه يعني في حاجات طبعا كل طرق ينفع الموضوع ده يتكلم فيه أكتر ولكن إيه عشان نبدأ نعمل كده خلاصات واستنتاجات أخيرة. النوع اللي هو بتعرف تتعامل مع الميديا والسوشيال ميديا إزاي كلام العام الخطاب البابليك سبيكينج والكلام ده وده كلام يقدروا ياخدوا فيه تدريب وكده أو إيه اللي بتختاره عشان يظهر على السوشيال ميديا. ايه الصور اللي انت بتحطها لقطاتك ايه اللي بتحطه رسائلك ايه على السوشيال ميديا وده اوضحهم ده اوضح وطريقه كلامك ده قصدك بطريقه تاثيرك وانت بتتكلم
طريقه التاثير. حتى وانت بتتكلم ليه يا شريف، هنا احنا عندنا انواع من الكاريزما المختلفه في البيرسوناليتي والكوميونيكيشن. يعني بيقول لك في سترونج بيرسوناليتي، يعني شخص حاد حامي صادق وحاد. صدامي. اوكي، وذر انت از كوتش او لاعب او بلاير. اوكي، فانت عندك زي مانويل جوزيه الكاريزما بتاعته هل يعقل؟ احنا في 2024 شوف ساب الاهلي منين. طاغيه اعلاناته النهارده مش هقول البراند يعني ايه، مم. اعلاناته موجوده حتى الان. مليون في المية. ده اثر، مليون في المية. ده اثر. فده سترونج بيرسوناليتي، مش بيهاز، لا يميل لا، هو سترونج بيرسوناليتي. فعندك ده شخص. عندك انتنس سايلنس بيرسوناليتي، لايك بركز. اوكي، طريقه مودريتش وطريقه ميسي في الملعب. صح، انا الجوه توجيهات بسيطه وصم يمين، ما فيش صوت، ما فيش اشتباكات كده. ففي اكوموديتنج وفريندلي اورا او اتيتيود او كاريزما او حسن شحاته مثلا، حد فريندلي صح، ويلكم يستدعي ويلكم وبيعمل كده ريتوال مختلف. ففي انواع هنا مختلفه. اوكي، انت على انهي ليفل فيهم، والليفل بتاعك ده ازاي متشاف من المحيط بتاعك. ومفيش صح وغلط. لا طبعا، لانك لو حاولت تقلد اصلا أيوة. اصلا انت لو حاولت تقلد حد تاني هتبوظ الفورمولا بس بالظبط كده. وفي ناس بتقع فيها كتير دي يعني. تحت بيقلد اصل ده رول موديل، فاعمل زي ما هو انت مش فلان. انت ده لايق عليه اللذاذه والبساطه وخفه الدم واللامبالاه اللي فيها. اوكي، فانت ما انت عايز تعيش حد تاني unless ان ده بارت من النمو والجراف بتاعك. اشتغل على نفسك لو في توازن او ايدنتيتي في الكاريزما انت عايز تشتغل عليه. لان كل هنمسك اي كوتش او بلاير او اي حد في المجال الرياضي لا هو جاي من اريا. هنشوف الانواع دي كلها موجوده، وزي ما ذكرنا بعض الاسماء ده هي اصلا كاريزما جايه من دي اللي انت عايز اصلا تسيبها. ده جاي منها، انت عايز بس ايه نشوف اثرها ونشوف ازاي ممكن تتحط في مسار تاني او تتعدل او تضبط او تبقى زي ما هي. دي الفورمولا بتاعت حافظ عليها. صح، بالظبط. طيب هايل. احنا محتاجين نخش في ايه بقى يا اودي في والله هنا محتاجين. انا حاطط نفسي هنا مكان الراجل اللي بيسمعنا كويس وبيقول حلو قوي انا عرفت الانواع. سؤال $1,000,000 اعمل ايه المعادله بقى. يعني عارف انت هاني اللي هو ايه، اديني الروشته. طب انا عايز ابقى كاريزماتيك. اوكي، هو تاني انا هعيد ده السؤال المنطقي اللي لازم نبقى عارفينه. ايه الفعل التالي ولو بسيط. انا هعيد اللي انا قلته في بدايه الحلقه. الفهم لا، وحتى لو فعلت لا يعني انك قد تكتسبها. ده من وجهه نظري على الاقل يعني، او ملاحظاتي وملاحظات اخرين. ولكن احنا عايزين فعلا ندخل في اطار عملي. اول حاجه انا بالنسبه لي اقولها للمستمعين، دور على المصدر بتاعك. اول حاجه من الانواع اللي انت سردتها دي كلها، من الانواع. وفي ممكن ده في حاجات اولا متفرعه من كل نوع احنا قلناه، وفي انواع تانية احنا حبينا بس ايه نعمل استنتاجات نعنون القصه كده ونحط نضم قصدك بدور دي هاني، دور وتاكد ان انت ينفع تبقى كاريزمتك دي. يعني ما دونت فيك ما تمثلش. طبعا هو اكتشافها الاول ده ممكن ياخد وقت، بيحتاج وعي، وبنقول عليها توليد خواطر وانعكاسات وتأملات. ما اعرفش انت مؤهل كرياضي انت تعمله ولا محتاج حد معاك، انا ما اعرفش. ولكن هي ما لهاش حل غير انها تكتشف من نفسك وممن حولك، او حد يساعدك على تكوينها بشكل فعلا يعني متدرج واصيل واصلي زي ما بنقول كده. اوثنتيك جاي اورجانيك، وبشكل من غير ما ولا انت بتقلد حد ولا انت عايز تحط ماسك وتصدر بيرسونا تنفع وممكن تكمل، بس مش ده المعنى الحق من وجهة نظري. الكاريزما جايه من حاجه جوه اكتر، جوه قوي. طب لو انا مش مدرك اروح لكاريزما كوتش مثلا ولا اعمل ايه؟ حلو السؤال. حلو بص يعني انا رايي يروح لحد يعني انا تايه. لو انا تايه دور. ده سؤال منطقي جدا فعلا. طب انا اروح لحد ممكن يساعدني. بص انا رايي ياخد كمان بنسميه ايه، فيدباك، راي اللي حواليه من مدربين، ناس تعاملوا معاه، من ناس اصدقاء تراستد. ولو وصل ان الموضوع يعني
ممكن ليه لا ان يشوف كوتش فيه يكون حته الكاريزما والايدنتيتي ويساعده. وياما شفنا ناس كتيره يعني بتروح لانها تتطور في الكلام ده لما طلب منها مهام معينه، مطلوب تواجد وحضور وكاريزما مختلفه. وناس انا بكلمك ناس من العيار التقيل يعني طلب منهم ذلك، فليه لا؟ ليه لا؟ أو السؤال انت جاي منين، من نيتك ايه تمام في الموضوع ده؟ لماذا تبحث عن الكاريزما؟ معلوماتي يعني برضو ممكن تاكدوا لي معلومه صح ولا غلط، لان حتى في الحياه الدبلوماسيه وما يكون في ناس بتسافر بتمثل طبعا بلاد، الناس دي بتخش في انتنس تريننج بروجرامز، ازاي تتكلم، ازاي تاكل، ازاي تبص، ازاي تحط رجل على رجل. وده برضه من شغل الكاريزما. انت عارف انت فكرين نوع من الكاريزما اسمه الاتيكيت، انك بتفولو الاتيكيت. باي ده هو حتى في الاكزيكتيفز يا شريف لما بيطلب حد خلاص انت بدات تتصدر لميديا او انت بقيت بابليك سبيكر في كونفرنسز معينه مثلا، فبيطلب منك درجه فلوينسي وطلاقه مثلا. لكن انت كرياضي زي ما قلنا فيها انواع كتير بقى هنا. ليه لا؟ طالما انت انا نيتي لتكوين كاريزما عشان اثر في ادائي، انا موافق على ان يكون لي كاريزما طبعا، وتعرف مصادرها وتنميها وتكبرها، لانها هتدعم الاداء، هتدعم الهدف النهائي، تدعم اسمك انت والليجاسي بتاعتك. روح اتعلم بابليك سبيكينج وانت بقى. يعني الرياضيين متهيألي محتاجين يهتموا بالحته دي شويه، خصوصا لو انت في حته بتطلع في الميديا، بتطلع في التلفزيون، بتطلع في السوشيال ميديا، لازم تهتم شويه تعلم نفسك. حقيقي بتبان قوي يعني. فطبعا محتاجه يعني زائد انت بقى ده كان احنا الرياضي حتى لو ما طلعتش احنا شفنا بعض الانواع اللي هي في صميم حياتك اليوميه في صميم ادائك اليومي. انا عايز اقول هنا يا شريف فكره اللي هو طب انا عايز ابقى كاريزماتيك، اروح لكاريزما كوتش ولا اعمل ايه؟ النهارده يعني عشان كلام بحس السيلف ريفلكشن والتدبر والتفكر والمعاني دي ممكن الناس اللي هو يعمل الكلام الكبير ده صلى على كلام بسيط احمد يعني. بس هو فعلا كل واحد فينا يعني يقينا عارف هو ايه اللي اريح له. مش هقول لك هو شاطر فيه، بس ايه اللي اريح له. انت بتضحك الناس اللي حواليك يبقى انت راجل دمك خفيف. انت لما كلمه بتتقال ما تعجبكش بتصطدم يبقى انت شخص ضامي يعني. فانت بس تفكر في الحاجات البسيطه دي هتلاقي نفسك بتفيت ان في واحد من الكاتيجوريز دي. هنا انت ممكن تستدعي بقى كارير كوتش اللي هو طب انا اخد ده ازاي الليفل التاني. لان فعلا فكروا يعني شوفوا نفسكم، بس شوفوا ميولكم فين، راحتكم فين. انا معجب قاضي نبسطها التبسيط. تمام. دور الاول على المصدر. تمام. وحاول كده في وقت كده صافي اسأل، اكتب حاجة عن نفسك، انت جاي منين، اكتب سطر واحد عن نفسك، ايه الكاريزما بتاعك، مصدرها منين. وبعد كده لو حبيت الفكرة والموضوع دور على جايد، دور على كوتش، دور على حد يساعدك اقرا حتى عن الموضوع زي كل على حسب زي ما انت قلت استيعابك وقدرتك. انت قادر تجيب فيها ايه وتشتغل عليها ازاي. ولكن هو ان شئنا ام ابينا هذا الموضوع مؤثر في الكارير وفي الحضور العام وفي حركتك في الحياه. طب صح، سواء عارفه او لا تعرفه، عايزه او مش عايزه. صح مهتم بيه او مش مهتم بيه، هو مؤثر حتى ان لم تعلم اثره فهو موجود. صح. هاني يمكن كنا اتكلمنا كده سريعا وعايزين نقفل الحلقه بالفرق الكبير ما بين اللي انا شايفه ما بين الكاريزما والبيرسونال براندنج، ولو تشرح لنا الحته دي برضو يعني عشان الناس بتلخبطها. يعني الفروقات الرئيسيه، يعني هويتك اللي انت بتصدرها غير شخصيتك المؤثره بشكل حقيقي. طبعا هي المشكله لما البيرسونال براندنج بياخدك او التكوين علامه هويه شخصيه بعيد عن انت مين وبعيد عن حقيقتك وعن نقاط ضعفك اللي بنسميها ما اعرفش ايه. مش عايز استخدم ابان خبير واقعد استخدم اسماء ومصطلحات للناس تعدي اكتر. اللي هو انت بمنتهى البساطه انت انسان لك عيوب، لك لحظات ضعف، لك انكسارات انت تعلمها، ولك مخاوف داخليه، ولك نقاط مهزوزه انت تعلمها كويس جدا. لو شغل العلامه التجاريه والهويه الشخصيه بيطلع انت الحقيقي
انا معاه، ما عنديش يبقى أي متسق مشكلة فيه. مع الكاريزما لا، بتاعته. متسق، بيساعد بعض. بيساعد بعضه. اما تصدير ماسك مم. وموضوع تبقى شو فيك وسوبرفيشال وارتفيشال صناعي كده، بلاستيك مش ومصطنع متشاف، كمان. ومصطنع ومتكلف. مم. اوكي، هنا يعني بيتاخد في حته تانية خالص، وما اظنش ان ده بيكمل حتى لو مم. نجح لفتره. انا موافق جدا. وبالعكس الناس بتنفر منك لان الناس ما فيش حد غبي، الناس اذكياء حقيقي، وبيحسوها حقيقي، مش لايق عليك. الكلمه انت قلتها حلوه قوي هاني، مش لايق عليك. حقيقي، مم. حقيقي. فهو انا ما عنديش اعتراض، لان هي حقيقي ان الهويه الشخصيه او اللي بنقول عليها البيرسونال براندنج امر مهم لو اتبنى على حاجه تلقائيه اصيله طلع من جواك. الكلمتين اللي احنا استخدمناهم وعذرا لاستخدامها، مش عايز ابان ان احنا بنستخدم بروفيشنال عشان احنا بروفيشنال خالص، يعني كلمه اللي اورجانيك واوثنتيك. انا ما اعرفش ترجمتهم ايه، انا بس بحاول اجيبها العربيه بالانجليزيه عشان خاطر اصيله نقرب واصليه المسافة. من جوه. وات ايفر. لكن هي بتيجي من هنا لو تكاملوا يا سلام. يلا كمل، حلو كمل. اهم حاجه كان انت عايز تقلد حاجه، او انت مش انت، او مصدر لنا حاجه مش انت، يعني على محتاج تراجع الحته دي. محتاج تراجع. تاني احنا مش عايزين نقول اسماء حبوا يعملوا بعض الادوار المجتمعيه ويظهروا وضربت بتنكشف في الاخر يعني. انت عارفهم، انت عارف الاسماء دي، احنا مش هنقول الاسماء بس انت عارفهم. او انت عارفه. يعني اخر حاجه عايز تقولها كده بيلز ويزدم بقى، عايز تقول لنا كده نصايح اللي بيسمعنا؟ لا انا تاني احنا قلنا لهم احنا قلنا لهم الكتير بجد. خد الموضوع ده العب بيه على بساطته، ما تحطوش ان هو مشروع وبروجكت، وتقعد العب واكتشف. خلي عندك فضولك في اكتشاف كاريزمتك. صح، حلو. فضولك في اكتشاف كاريزمتك. فضولك في اكتشاف كاريزمتك ده للمستمعين الكرام ووقتهم. اما انتوا يعني يا فندم دايما على راسي وفوق والله، وانتوا يعني بجد وقت جميل اهو. ده بالنسبه لي ده اللي بيقولوا عليه كواليتي تايم، وقت الجوده، لما الواحد يكونكت مع اتنين بيحبوهم كده. الله يخليك يعني، على راسي، نورتنا وشرفتنا. على راسنا من فوق يا هاني، وانت عارف يعني مقدار معزتك عندنا احنا الاثنين طبعا، وتشرفنا بيك بجد. شرف كبير قوي. وفعلا كانت حلقه، فعلا انا ما كنتش حاسس ان انا بسجل حلقه، انا كنت بتكلم واتعلم من هاني حاجات وهو بيتكلم كالعاده. شكرا ليك جدا، وان شاء الله السيزون الجاي تبقى معانا بقى في الطابق الثاني بس ان شاء الله. ربنا يبارك. شكرا جزيلا. شكرا لكل اللي كان بيسمعنا، واحنا بنتكلم عن الكاريزما للعيب، وطلعنا بره كمان اللعيب. وان شاء الله الحلقه الجايه هيبقى في موضوع تاني يخص الرياضه، ونستناكم ان شاء الله على خير الحلقه الجايه.